اتفقتوا على ايه؟ مفيش غير حل واحد للخروج من الازمه دي، الثوره تنجح. ايه؟ ما تخافوش، انا هقول لكم هنعمل ايه بالظبط. هم هيبقوا فرحانين ان هم عملوا ثوره، لكن احنا عارفين هنعمل ايه بالظبط. اي قوه، الشرطه او حتى الجيش، اول ما تلاقي الشعب قدامها لا يمكن هتمد ايديها عليه، وعشان كده احنا لازم نتعامل مع كل فريق لوحده. انتوا شايفينهم صف واحد، لكن هم بينهم خلافات كبيره جدا هتبدا تظهر اول ما مبارك يمشي. الرئيس هيمشي مش بمزاجه، يا راسنا يا راسه، واول ما يمشي ساعتين والمولد ده هينفض ونلعب كل فريق لوحده. الشباب الثوري هيبقى لهم نظام مخصوص، هيتحطوا في اطار محدد لحد ما الناس تكرههم. هم سخنين قوي، احنا بقى عايزينهم يفضلوا سخنين ما يهدوش ابدا. هنعمل كل طريقه عشان دايما يفضلوا سخنين. هندخل ناس وسطهم وهنخليهم دايما عاوزين اكتر وما يرضوش باي حاجه، وكل ما يهدوا هنعمل اللي محدش يتخيله علشان نولعهم زياده. ويوم ما هننقي منهم هننقي صح. الناس هتزهق منهم. طب والاخوان دول مشكله كبيره ملهمش حل، كل الضغوط عليهم فشلت. اي شغل اعلامي ضدهم بيجيب نتيجه عكسيه. الخطه المقترحه وصمه السلطه. سلطه في شنك طبعا. تفتكروا لو عملنا انتخابات مجلس الشعب مين اللي هينجح فيها؟ الاخوان طبعا. هي دي الخطه، هنسيبهم يطلعوا مجلس الشعب وبعد كده نمسحهم. مظلومه 25 سنه ما استنبتش. هنخلي الناس تاكلهم اكل. كل مشكله في البلد هتبقى بسبب مجلس الشعب، ودي اسهل حاجه الرجاله بتوعنا بيعملوها. هنلبسهم كل حاجه بقدره قادر، وهنشغل قصيدة ما عملوش حاجه. بس مجلس الشعب معناه ان يشكل وزاره بعينهم. هنعمل دستور، هنعمل قوانين، هنعمل اي حاجه. السلطه مش هنسيبها يوم واحد، من وزير لوكيل وزاره لمجلس قروي لمجلس محلي لمجلس مدينه، مش هيمسكوا اي حاجه. واللي يعوز حاجه يلبسه مجلس الشعب. بس الشباب الثوري كده يفهموا مفيش تسليم سلطه ولا حاجه. ما احنا برضه هنلبسهم في مجلس الشعب. الاخوان دايما نقطه قوتهم انهم تيار محافظ وما بيستدرجوش بسهوله. هتبقى دي نقطه ضعفهم. نديلهم اي عرض وفي استقرار، هيفضلوا الاستقرار طبعا، واي حاجه تديها لهم مش مشكله ما دام الخيط في ايدينا، وكله بالقانون، والقانون ما بيغلبش. بس ازاي الناس هتقبل ان جمال يترشح تاني؟ جمال مين؟ اصحى، كل دول هيخشوا السجن. امال يعني ايه الثوره نجحت؟ مفيش ثوره من غير محاكمات، مستحيل. انا فهمتكم، طول ما الخيط في ايدك ارمي اللي ترميه، اصحاب وقت واللي هيدخلوه ده سجن، ده حمايه لهم في قضايا فكسانه. مش سجلات الاوامر اتحرقت امبارح؟ يبقى مفيش قضيه. ايه المشكله بدل ما يعيشوا مطاريد من بلد لبلد، يعيشوا عندنا في امان ويطلعوا يلاقوا فلوسهم محفوظه ومتصانه. الشعب ده بقى بعد ما هنربيه هيكون له كلام تاني، هنخليه يترحم على كل لحظه من ايامنا. هيبقى امنيته انه بس يتمنى يروح شغله. خلاص ما عادش حاجه بالساهل، وعلى قد الفتره ما تطول الناس هتكره عيشتها وهيقولوا حقنا برقبتنا، ويا رب نرجع زي الاول وخلاص. وساعتها بقى هيظهر المرشح بتاعنا. فهمتك. ايوه، كرسي الرئاسه ما يخرجش من ايدينا ولو باي طريقه. احنا هنسيب شويه العيال والاخوان دول يلعبوا في الشارع في البرلمان، مفيش سلطه ولو لحظه واحده. هنحط حاجات كده اهوت تبقى قانون تبقى دستور، المهم ما يوصلوش للكرسي، واللي معاه المحبس هو اللي يتحكم في الميه. ومجرد ما بقى الرئيس معانا بح هيمشي على كل اللي حصل ده بالاستيكه، وساعتها بقى يبقوا يفكروا يعملوا ثوره على اسيادهم. يا اخي انا كده ارتحت. لا ما ترتاحش، ما تنساش لو اتحدوا يبقى احنا ما عملناش اي حاجه.
لو الشعب اتفق على حاجة ملناش مكان. نلم اي فلوس ونهرب دلوقتي احسن. لازم يفضلوا في صراع، ما يتحدوش علينا، ما يتحدوش علينا.